وده عكس، وده اللي فقدته الشرعيه. مرسي لو كان رفع وحقق مطالب الثوره اللي هي حريه وديمقراطيه وعداله اجتماعيه كان استمر 4 سنين وكان استمر 8 سنين. احنا النهارده مش عايزين، احنا مش عقد تجارب، كل واحد النهارده جاي يحقق اهدافه على حساب الشعب. مرسي النهارده اللي اهدر دماء شبابنا في سينا والى الان لم نعرف من قتلهم عشان صالح حماس وعشان صالح اعوانه. مرسي النهارده اللي خلى فيه عداء بين مصر وبين كثير من الدول الخليج بسبب تنظيم الاخوان اهلي وعشيرتي، هذا مرفوض. احنا النهارده مصر طول عمرها بتقود الامه العربيه بالمحبه. نعم فقط سيد محمد أمين أشير إلى هذا الخبر الذي ورد قبل قليل عن حزب الحرية والعدالة، وتحديدا عن صفحة في موقع فيسبوك، يقول إن أول قرارات هذا الانقلاب العسكري على حد تعبير الحزب تم إذن طبق بقطع بث جميع القنوات المعارضة. هنا أسأل ربما محمد أمين، كيف تتوقع أن يتم التعامل مع الإخوان المسلمين عموما في مصر؟ هو النهارده الجيش بيعمل اجراءات احترازيه وقائيه، مش عايز هو قطع الارسال عشان التهييج اللي قاموا بيه على مدى والتهديد اللي قاموا بيه، والنهارده الجيش بيحاصرهم عشان منع الاعتداء عليهم ومنع هم اعتدائهم على المتظاهرين. احنا مش عايزين بحور دم، هو دي اجراءات احترازيه وقائيه وليس محاصرتهم، وليس لان هم مستعدين للعنف، وهم قبل كده هددوا الشعب المصري اذا ما نجحش مرسي هنحرق البلد ايام الانتخابات مع شفيق. فاحنا النهارده كل ما بيعملوا الجيش هو والشرطه هو اجراءات احترازيه لحمايتهم وحمايه الشعب اللي فاكرهم. ده اللي هيتم. عشان كده احنا النهارده شوفي حضرتك لك ان تفتحي على كل القنوات المصريه وشوف الفرحه اللي بتقوم الشعب المصري. لكن هناك اذكر كذلك بان في ميدان رابعه العدويه حيث يحتشد انصار محمد مرسي وهم ايضا بمئات الالاف وربما بالملايين، هناك صدمة قوية تبدو على الوجوه، يعني فهناك انقسام يعني حتى في الصورة. خريطة مصر لرابعة العدوية لا أعرف خريطة مصر، أنا فقط أشير إلى أن هذه الصور، نعم ربما أشير فقط إلى أن هذه الصور أيضا شاهدناها قبل قليل. بالضبط حضرتك النهارده النهضة اللي هم ورابعة العدوية إشارات مرور وليست ميادين زي ميدان التحرير او الاتحاديه او الحرس الجمهوري او اسكندريه القائد ابراهيم. مصر كلها بكل محافظاتها خرجت بفرحه لما تم اليوم من انتقال سلمي للسلطه. نعم. وليس انقلاب عسكري كما يدعيه. نعم. الجيش مش هو اللي هيتسلم السلطه، لو الجيش هيتسلم السلطه كنا قلنا في مجلس عسكري وانقلاب عسكري. نعم حكومه مدنيه انتقاليه. اشكرك سيد امين محمد امين مدير تحرير صحيفه الاهرام. ربما اعود اليك ان سمح الوقت. قربت فقط الاتصال مع مراسلنا في قصر قرب امام قصر الاتحاديه في القاهره تامر عز الدين. تامر، ما هي ربما الشعارات؟ نرى هذه الاجواء من الفرح الشديد، ما هي الشعارات ربما المرفوعه؟ ما الذي يجري هناك؟ انقل لنا الصوره لو سمحت. نعم، يعني ما يجري هنا امام قصر الاتحاديه هو احتفالات عارمه من قبل المتظاهرين الذين نجحوا في تحقيق هدفهم باسقاط نظام محمد مرسي واسقاط الاخوان المسلمين. الشعار الابرز هو الليله ما فيش اخوان الليله، هذا هو شعار المتظاهرين هنا. يعني احتفالات بالالعاب الناريه والاغاني الوطنيه ورقص وهتافات مؤيده للفريق اول عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على استجابتها لمطالب المتظاهرين الذين طلبوا برحيل نظام محمد مرسي. هم يقولون نحن نستكمل هذه الثورة التي من وجهة نظرهم اختطفها الإخوان المسلمون. الآن يقولون أن أهداف الثورة سيتم استكمالها، أن مصر عاد لها وجهها الطبيعي وأن المستقبل سيكون أفضل بدون وجود الإخوان المسلمين في الحكم. هم لديهم ثقة في المجلس العسكري. الخطاب الذي أدلى به اللواء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتحدث فيه عن أن القوات المسلحة لا تبقي السلطة ولا تبقي الحكم، أراحهم أنه استجابة للمطالب التي حددتها حركة تمرد التي جمعت أكثر من 22 مليون توقيع، وكانت خطتها الأساسية للمرحلة الانتقالية هو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة
مع تشكيل حكومة ائتلاف وطني انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. شكرا جزيلا لك تامر عز الدين. سنعود إليك لمتابعة الوضع على الأرض قرب قصر الاتحادية. أرحب بضيف الذي التحق بنا الآن، أحمد سالم، عضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. سيد أحمد سالم، كما استمعت قبل قليل مراسلنا قال إن الشعار المرفوع في هذه الأثناء الليلة الليلة ما فيش إخوان الليلة، كيف تقرأ أنت هذا الشعار؟ أقرأ هذا الشعار أولا أنا قبل ما أبدأ أنا بحيي الرئيس مرسي على صلابته، وإنه هو كان أول رئيس منتخب مدني ديمقراطي في انتخابات نزيهة شاهد لها العالم. بحييه إنه ما اداش العسكر شرف إنهم يأخذوا مصر إلا بالاغتصاب، وإنهم أول مرة في تجربة سعد بها الشعب المصري كله، وكنا نتمنى ان هم يجددوا فينا الامل ان احنا نثق. انا ما رديتش لحضرتك بعد اذن حضرتك. انا بعد اذن حضرتك بتتكلم اديني الفرصه كمان؟ اتكلم. اديني الفرصه لو سمحتي سيدة. السيده لا تعتبرني من الشعب المصري، يا سيدتي فلتعتبريني من المنتسبين الى الشعب المصري. فانا بقول ان الشعب المصري اللي خرج في انتخابات 5 استحقاقات ديمقراطيه قبل كده، يعني كنت أتمنى أن احنا ما نفقدش الثقة في التغيير بالطريقة الديمقراطية التي عرفها العرف الدولي كله والمجتمع الدولي. أنا بقول أن العسكر خرج من الباب، ونال محمد مرسي شرف أنه خرج العسكر من مصر بدون إراقة دماء، وعاد العسكر إلى الحكم مرة أخرى على دماء المصريين. يعني تعتقد أن محمد مرسي قبل يعني طوعا في نهاية المطاف، ربما لم قبل يقبل طوعا؟ لو يقبل الرجال يموتون واقفون، لا يقبل، ما ينفعش انه يقبل يستقيل. هو ترى هم اخذوها منه غصبا زي ما قلت. لم يظهر ان الدكتور محمد مرسي قدم استقالته، هم اخذوا، تم عزل الدكتور محمد مرسي، وهذا القرار. ان احنا النهارده في زمن القوه. ربما انت عضو في حزب الحريه والعداله، هل لديك ربما انباء بشان ما يجري بالنسبه الى لمحمد مرسي في هذه الأثناء؟ سيدتي الفاضله، انا اعلنت النهارده او امبارح انا كنت بقدم نفسي ناشط سياسي، ويمكن حضرت مع الأستاذة قبل كده، بس ليس اليوم أنا من يقذف من السفينة. أنا لو لم أكن عضو من حزب الحرية والعدالة لشرفت أن أكون عضو من حزب الحرية والعدالة، وجئت هنا لأدافع عن الرئيس محمد مرسي وعن الإخوان. في عهد الدكتور محمد مرسي لم تقفل قناة فضائية واحدة، مع كل السب والنقد والشحن وجحن الشارع ضد هذا الرجل، فإنه قدم تجربة ديمقراطية، فإنه قدم تجربة حقيقية ديمقراطية لأول مرة في تاريخ رئيس. اتهمونا دائما بالإقصاء، إن الرئيس يقتل أنصاره في ميدان النهضة، ويأمر الشرطة أن تدافع عن معارضيه في ميدان التحرير وتحفظهم. هذه هي السيدة، هذا جزاء من كان حريصا ألا يسيل الدماء في مصر. رئيس جمهورية بمعارض ومؤيد. فأنا بقدم التحية للدكتور محمد مرسي بخصوص حزب الحرية والعدالة. هل لديك أنباء لو سمحت أنت؟ لا ليس لدي أنباء. أنا لسه عارف الخبر. أنا كنت موجود في راس بركات وروحت، وحضرتكم استدعيتوني علشان عايزين حد يجي يدافع عن الدكتور محمد مرسي، وأنا بقرر أنا ليا الشرف إن أدافع عن الدكتور محمد مرسي وعلى الإخوان المسلمين. شكرا لحضورك معنا. فقط لو سمحت أربط الاتصال من واشنطن مع مراسلنا محمد سعيد الوافي. محمد، هل صدر رد فعل من قبل الإدارة الأمريكية على هذا الإعلان، إعلان عزل محمد مرسي من قبل الجيش، وإعلان خارطة طريق تقضي إذن بالوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة؟ حقيقة أن السؤال يطرح نفسه، وهو أنني بعد صدور القرار أو بيان السيسي أنا كنت موجود معكم على الهواء أنتظر، وبالتالي لم يتسنى لي الخروج للاطلاع على هذا الموضوع. لكن أستطيع أن أقول لك أن هناك نوع من الصمت في الإدارة الأمريكية، باستثناء تعليقات جاءت من الخارجية الأمريكية، والتي قالت فيها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على أن خطاب الرئيس مرسي البارحة لم يكن فيه جواب على الكثير من الأشياء التي كان من المفترض. ثم قالت بأن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى التفاوض والحوار، وأن يجب التعامل بسلمية مع المتظاهرين السلميين. أكدت كذلك على أن الولايات المتحدة لا تفضل، وهي تثني في ذلك على قرار الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تشجع هذا الطرف أو ذاك، ولكن الولايات المتحدة تشجع المشروع الديمقراطي. لنذكر كذلك بأن البنتاغون من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع الأمريكي قام باتصال بنظير
نظيره المصري على مدى مرحلتين، لم يحدد الوقت بالضبط. ثم عند ذلك تحرك قوات المارينز التي قالت وزارة الدفاع بأنها وضعت رهن الإشارة وفي حالة من الاستنفار في حالة اضطرارها للتدخل لحماية أمن السفارة الأمريكية في مصر. ثم بعد ذلك كما تعلمون الحوارات التي جرت هاتفيا والتي نشر البيت الأبيض نص المكالمة بين الرئيس مرسي والرئيس باراك أوباما، وكانت بمكالمة من طرف باراك أوباما. إذن إلى حدود هذه اللحظة هذا ما لدي. أتوقع أنه بعد قليل كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سوف يدلي بدلوه بعد هذا الأمر، لكن ذلك حسب تطور الأوضاع. نعم، شكرا لك محمد سعيد الوافي مراسلا في واشنطن. أشير إلى هذا الخبر الذي يفيد بأن حزب النور ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر يقول إنه موافق على خارطة الطريق لتجنيب البلاد الصراع. نذكر فقط بأن حزب النور كان إلى جانب حزب الدعوة الإسلامية السلفية قد أعلن دعمهما لمطالب المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أذكر أيضا بهذه التغريدة التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية نقلا إذن على حساب الرئيس محمد مرسي الرئيس المطاح إذن من موقع تويتر، وتفيد بأنه اعتبر ما جرى اليوم انقلاب كامل ومرفوض من كل الأحرار المصريين. وهنا أتوقف مع سيد أحمد سالم عضو حزب الحرية والعدالة. هل هذه ولا سيما كلمات يعني انقلاب مرفوض من كل الأحرار المصريين، هل هنا رسالة من محمد مرسي إلى أنصاره ربما لتعبير عن ردود فعل بالفعل؟ لو لدينا كلمات سر كنا خرجنا دافعنا عن مقراتنا التي حرقت في كل مصر وعن شهدائنا الذين هذا كان قتلوا في كل قبل مصر. يا سيدتي من أرد لحضرتك هذا السيناريو كان مقروءا، هذا لم يأتي فجأة. انقلاب العسكر وتجهيز الناس وتجيش الجيوش وحمل التمرد لم يعتقل شخصا واحدا. إذا كان قيادات يا سيدتي سيبيني اكمل السؤال موجه لحضرتك. طب تسيب حضرتك تكمل بعد اذن حضرتك ولا اكمل؟ بعد اذن حضرتك بس اللي بتتكلم ولا الرجاله بس اللي بتتكلم ولا ايه الموضوع؟ لانه كان معنا نشط الحقوق وكان ايضا معنا مدير تحرير صحيفه يعني ستات مدير تحرير صحيفه اهرام الذي كان مؤيدا للمعارضه. هذا فسحت المجال يعني المعارضين مش احرار. ازاي سأفسح له فقط المجال. تفضل السيد أحمد سالم وسأعود إلى السيدة ميرا المهدي. هذا وعد. هذه تغريدة على تويتر. نعم. لا ندري إذا كانت تغريدة حقيقية، نحن نحاسب قد تكون غير حقيقية. نحن نحاسب الرئيس على ما قاله. كلام الرئيس كان واضحا بالأمس أنه حريصا على لم الشمل وحريصا على الحفاظ على القوات المسلحة من ألا تتدنس وتدخل في السياسة ونفقد الثقة فيها، لأن شرف العسكرية الذي يعني دافعنا عنه ويدافع عن وطن ويدافع عن حريتنا ويدافع عن حق الدستوري لهذا الشعب. هذا ما نادى به الرئيس بالأمس. الرئيس لا يدعو كما تتفضل الأستاذة أبو فضل حضرتك أحرار الشعب المصري. الشعب المصري كله حر وتحرر في 25 يناير. مش محتاج حضرتك توجهيني ان انا اقول لحضرتك يا سيدتي الفاضله انا لم اقل شيئا. هذا خبر يا سيدتي. لا نريد ان نتصيد الاخطاء للناس. حضراتكم نجحتوا، كنتوا رسبتوا في 5 تحقيقات دستوريه ونجحتوا باستعمال القوه وغير القوه انك تاخذوا السلطه. هنيئا لكم. انا بس هرد على اللي حصل كلمه واحده حليم حافظ بنقول يعني اللي مشيته رجعت امشيه واللي قسيته رجعت اسيه. ابتدى المشوار تاني. نحن عدنا الى 24 يناير مره اخرى. عادت دوله مبارك لم ينقص لنا غير شيئين كما قلت من قليل ان يخرج الينا حبيب العدلي ومحمد حسني مبارك. هما من بقي داخل السجن وانتظروهما قريبا جدا. وإلا إن العسكر الذي نجح أن يحتفظ بكل قيادات النظام السابق كل قيادات السابق بعيدا عن أيدي الشعب في سجون مكيفة ليحميهم وتساعده القضاء المصري في أن يخرجهم واحدا تلو الآخر. عندما هدأت الثورة وبدأت الأمور تهدأ إنه كان عملا منظما. أفسح المجال للسيدة ميرا المهدي الباحثة المصرية. سيد ألف شكر. طيب دلوقتي انتوا بقى لكم سنه في الحكم. الناس اللي السؤال اسالك عن هذه المساله عن التغريده التي نقلت عن محمد مرسي. لو سمحت سيده ميرا توجه اليك فقط بسؤال واضح وبعدها تحددين موقفك. لو سمحت سيده ميرا اسالك عن موقفك من هذه التغريده.
لو سمحتي سيدة ميرا، أسألك عن موقفك، وكنت تحاولين الرد، لهذا أتحت لك المجال. موقفك من هذه التغريدة التي يقال إنها نقلت من الحساب الرسمي لمحمد مرسي، تفيد بأنه يعتبر أن ما جرى انقلاب، ويقول إنه مرفوض من كل الأحرار المصريين. هل ترين في هذا رسالة من محمد مرسي إلى أنصاره ربما لرد لا أنا شايفة رسالة لي أنا حرة، وبيقول لي إنه هو انقلاب ضد كل الأحرار. أنا حرة وده انقلابي أنا وأنا حرة، فما يقولش ما يدخلنيش أنا في الأحرار اللي هم مش هيرضوا بالانقلاب. إيه انقلاب إيه